يا أهلا بكم متابعين زاوية فيلم. قبل ما نبدأ ملخص النهاردة هطلب منكم دعمكم باللايك والشير والاشتراك في القناة. الفيلم بيبدأ مع بنتين صحاب نيكول وسارة. نيكول بتقول لسارة إنهم لازم يبلغوا الشرطة وبيكون في عربية بتراقبهم، ووقتها سارة بترفض إنهم يبلغوا الشرطة علشان مش معاهم دليل براءتهم. وهما ماشيين على السكة فجأة عربية بتجري عليهم. قبلها بقى ب10 أيام بتظهر نيكول وهي في أوضتها وبتكتب طلب لجامعة اسمها ويست بريدج، وبتدخل عليها مامتها دونا. ومن الكلام بنفهم إن نيكول طالبة في الثانوية وعايزة تدخل جامعة ويست بريدج زي أهلها. تاني يوم في الفصل الطلاب بياخدوا درجات الامتحان ونيكول وسارة جايبين درجات عالية. وفي البريك نيكول بتروح مع سارة تعرف ترتيبها في المدرسة، وبتقول لسارة إن لسه في تعادل بين 4 طلاب على منصب الطالب المتفوق. سارة بتفهم إن الأربعة هم فيكتور وجينا وراين ونيكول. سارة شايفة إن نيكول مش المفروض تكون متضايقة علشان درجاتها كويسة، لكن نيكول عايزة تدخل جامعة ويست بريدج والحل الوحيد قدامها إنها تتخرج في المرتبة الأولى. بعدها نيكول بتشوف زميلها فيكتور معلق لوجو جامعة ويست، فبتسأله ليه معلقه. فيكتور بيقول لها إنه سمعها بتتكلم بحماس عن الكلية فعمل عنها سيرش وعرف إنها كلية ممتازة في تخصص إدارة الأعمال، ودلوقتي الجامعة دي بقت هدفه ولازم يدخلها. وقتها نيكول بتتضايق وبتعرفه إن دي كلية أحلامها، والكلية دي مش بتاخد غير طالب واحد من كل مدرسة. فيكتور بيضايقها وبيعرفها إنه قدم طلب للكلية ومستني قبوله، وهي بقى قدامها 1000 كلية تانية تقدر تقدم فيها. نيكول بعدها بتقعد مع سارة وبتحكي لها عن اللي حصل مع فيكتور، فسارة بتطمنها إن لو فيكتور جاب درجات وحشة في امتحان منتصف الفصل الدراسي ده هيخليه ما يتقبلش في ويست بريدج. بس نيكول بتفكرها إن فيكتور من أذكى الطلاب فأكيد هيجيب درجات كويسة. سارة بتقترح على نيكول إنهم يبدلوا ورقة فيكتور بورقة يكون فيها إجابات كتيرة غلط، وبكده هو مش هيتقبل ونيكول هتفضل في القمة. نيكول بتخاف تعمل كده وبتقول إن فيكتور ما يستحقش إن هما يغشوه، وبتسألها إزاي أصلاً هما ممكن يعملوا كده من غير ما حد يكتشف. فسارة بتقول لها هيزوروا خطه، وبتفضل تحاول تقنعها إنها لازم تعمل كده علشان هي اللي تروح لويست بريدج، وكمان لما يعملوا كده هيخلوا فيكتور يكون متواضع شوية. نيكول بتوافق وبتسألها إيه الخطة اللي في دماغك. سارة بتقول لها إن أول حاجة لازم يوصلوا لورقة بخطه وبعدها بيروحوا يفتحوا خزنته، وسارة بتكون عارفة الباسورد لأنه هما كانوا أصحاب. وهما بيفتحوا الخزنة فيكتور بيجي ونيكول بتخبط فيه عن قصد وبتوقع منه الكتب والدفاتر اللي معاه، ومن غير ما ياخد باله بتاخد دفتر منهم. تاني يوم في الامتحان نيكول بتاخد نسختين من غير ما المدرس ياخد باله، بتحل نسخة والنسخة التانية بتحطها في شنطتها. وبالليل نيكول بتجهز علشان تروح لسارة وبتعرف باباها ريكو ومامتها إن هي رايحة تراجع عند سارة. نيكول بتقابل سارة وسارة بتديها نسخة الامتحان اللي هي زورتها بخط فيكتور، وبينطوا من على سور المدرسة علشان يبدلوا الامتحان اللي معاهم بامتحان فيكتور. سارة بقى بتكون عارفة ازاي تعطل نظام الأمن علشان الكاميرات ما تشوفهمش، ونيكول متوترة وخايفة على عكس سارة اللي باين عليها إنها متحمسة. سارة بتفصل الكهرباء وبتقول لنيكول إن قدامهم 3 دقايق. وقتها واحد من الأمن بيعرف إن الكهرباء فصلت على الناحية التانية. سارة ونيكول بيدخلوا لمكتب شيب ونيكول بتدور على ورقة فيكتور، وفي نفس الوقت الأمن رايح ناحيتهم وبيكتشف إن الكهرباء فاصلة عن قصد. نيكول بتقول لسارة إن في درج مقفول بالمفتاح وأكيد هو ده اللي فيه الامتحانات، وسارة بتقدر تفتح الدرج. بيبدلوا الورق وقبل ما يخرجوا بيشوفوا راجل الأمن فبيجروا منه. راجل الأمن بيشوفهم وهم بيجروا فبيجري وراهم بس بيقدروا يهربوا. تاني يوم في المدرسة شيب بيوزع الدرجات، وطبعا فيكتور درجته وحشة وبيبان على وشه الصدمة من الدرجة. نيكول بتبص عليه وهي شمتانة. في البريك فيكتور بيقول لشيبرد بعصبية إن دي مش ورقته، وشيبرد بيقول له إن الورقة دي بخطه وعلى الورقة اسمه، لكن فيكتور بيكون مصمم إن دي مش إجاباته. نيكول واقفة بره وسمعاهم، وشيبرد مش بيقتنع بكلام فيكتور وبيقول له يتعلم من غلطه. فيكتور بيخرج وهو متعصب، بيلاقي نيكول فبيزعق ويقول لها إنه خسر مستقبله بسبب امتحان، وبيقول لها مبروك عليك لأنها شكلها تكون هي الطالبة المتفوقة. بعدها دونا بتقول لريك إنها حاسة إن نيكول في حاجة مضايقاها في المدرسة وإن هي كمان مخبية عليهم فخايفة تكون نيكول واقعة في مشكلة. ريك بيقول لها إنهم لازم يكونوا واثقين في تصرفات بنتهم ولو في حاجة هي أكيد هتيجي وتحكي. تاني يوم سارة بتعدي على نيكول عشان يروحوا المدرسة، ونيكول حاسة بالذنب وبتقول لسارة إنها لازم تصلح اللي هم عملوه ومش هتحطها في مشكلة بس هتقول إنها عملت كل حاجة لوحدها.
سارة بتحاول تمنعها وتقنعها إن فيكتور ما يستحقش إنها تحط نفسها في مشكلة، لأنه والده غني وعنده واسطة يقدر يدخل أي جامعة تانية. كل كلام سارة ده مش بيفرق مع نيكول، وبتفضل مصممة على قرارها. لما بيوصلوا المدرسة، نيكول بتعرف من شيبرد إن فيكتور أنهى حياته امبارح بالليل. نيكول بتتصدم وبتدخل الحمام وبتفضل تعيط. سارة بتروح لها وهي كمان بتعيط وحاسة بالذنب، ونيكول بتقول إن اللي حصل لفيكتور بسببهم. سارة بتحاول تهديها وتقول لها إن هم ما كانوش عارفين ده هيبقى رد فعله، ونيكول عايزة تعرف أي حد إن هم السبب في موت فيكتور. سارة بتقول لها إنهم ما ينفعش يحكوا لأي حد لأن هيلوموهم هم، وفيكتور أصلا بالغ في رد فعله، ولو حد عرف إن هم السبب ممكن تحصل لهم مشكلة. بعدها وهم في الفصل، نيكول بتكون سرحانة وبص على الكرسي بتاع فيكتور. شيبرد بيقول لها إن ماكين مديرة المدرسة عايزاها في مكتبها. نيكول لما بتروح بتلاقي المحقق رام مستنيها. نيكول طبعا بتخاف وبتقلق وبتسأله إذا في مشكلة. رام بيستغرب سؤالها. المديرة بتعرفها إن المحقق رام جاي عشان يسأل عن سلوك فيكتور في الفترة الأخيرة. المحقق بيقول لنيكول إن شاب عنده مستقبل كويس زي فيكتور صعب إنه يوصل لإنه أنهى حياته، وبيسألها عن علاقتها بفيكتور، خصوصاً إنه عارف إنهم كانوا بيتنافسوا على مركز الطالب المتفوق. نيكول بتعرفه إنها وفيكتور ما كانوش صحاب وما تعرفش عنه حاجة. بيسألها ما لاحظتش أي تغيير في سلوكه الفترة الأخيرة، فنيكول بتعيد كلامها إنها مش بتتعامل مع فيكتور. رام بيقول لها إنه عارف إن فيكتور جاب درجة وحشة في الامتحان النهائي وممكن يكون ده سبب اللي حصل. نيكول بتقول إن فعلا فيكتور كان متضايق جدا من درجته. المحقق يلاحظ إن نيكول بتكذب لأنها في الأول قالت له إنها ما لاحظتش عليه أي تغيير، فيواجهها بتغيير كلامها. نيكول بتتوتر وبيبان عليها الخوف، وبتقول إنها وطلاب تانيين سمعوا فيكتور وهو بيتخانق مع شيبرد. المديرة بتقول لها إن فيكتور جالها وقال لها إنه شاكك إن في حد بدل الامتحان بتاعه، وبتسأل نيكول إذا تعرف مين ممكن يكون عمل كده، ونيكول بتنكر إنها تعرف أي حاجة. رام بيقول لها خلاص هو خلص استفساره منها وبيديها الكارت، وبيقول لها لو حبت تعرفه أي حاجة تكلمه. نيكول لما بترجع بتحكي لأهلها اللي حصل لفيكتور. دونا بتخاف عليها إن من كتر الضغط تعمل زي فيكتور، فبتقول لها بلاش تضغط على نفسها وإن حياتها أهم بكتير من الدرجات ومن الجامعة. نيكول بتعرفهم إن المحقق رام فضل يسألها أسئلة كتير عن فيكتور. باباها ومامتها بيتضايقوا وبيعرفوها إنها علشان قاصر ما ينفعش يتحقق معاها غير بوجود حد منهم. نيكول بتدخل أوضتها وبتسجل فيديو وهي بتعتذر فيه لفيكتور، وبتقول إنها عارفة إنها السبب في اللي حصل له وإنها هتحاول تصحح خطأها بكرة. لما بتروح المدرسة تاني يوم بتلاقي المحقق رام بيفتش في الخزنة بتاع فيكتور، وبتعرف من المديرة إن الشرطة عرفت من الملاحظة اللي فيكتور سابها قبل ما يموت إن في حد مزور خطه فيها، لأن نفس الخط اللي مكتوب في الملاحظة هو نفس الخط اللي كان في آخر امتحان لفيكتور. وفيكتور قال على الامتحان الأخير إن في حد مزور خطه، وبكده بقى هم شاكين إن فيكتور اتقتل لأن الملاحظة مكتوبة من نفس الشخص اللي زور الامتحان. والمديرة بتطلب من نيكول إنها تطلع فصلها، وهي في الفصل المدرس بيشرح درس وبيوضح فيه الخيانة من أقرب صاحب. هنا نيكول بتشك إن سارة هي اللي قتلت فيكتور. وفي البريك نيكول بتسيب سارة وبتمشي تستخبى منها في الحمام، وبتقول لها إنها عارفة إن هي اللي قتلت فيكتور لأن هي اللي زورت الامتحان، فأكيد هي اللي زورت الملاحظة. سارة بتقول لها مستحيل تعمل كده وهي أصلا مش هتستفيد حاجة لما تقتله. نيكول بتبدأ تصدق صاحبتها وبتسألها ليه خطها شبه الخط اللي على الملاحظة. سارة بتقول لها إن الامتحان ما كانش بخطها، ده كان من موقع على النت، وعلشان تثبت لها بتاخد العربية علشان توريها الموقع على اللابتوب، وبتعرفها إنها عرفت الموقع ده من شاب صاحبها في الجامعة. نيكول برضو بتكون عايزة تحكي للشرطة الحكاية كلها، لكن سارة بتخوف نيكول وبتعرفها إن الشرطة هتتهمها لأنها عندها دافع لقتل فيكتور. فنيكول بتعرفها إن الشرطة لو اكتشفوا من نفسهم هيشوفوهم مذنبين، ولو هم اللي كشفوا الحقائق بنفسهم هيكون أحسن. بس سارة بتقترح عليهم إنهم الأول يعرفوا مين ورا الموقع عشان يقدروا يعرفوا مين اللي كتب الملاحظة وبعدها يحكوا للشرطة. فبيقرروا يروحوا لزميلهم زاك عشان يساعدهم لأنه بيفهم جدا في الكمبيوتر والنت، وبيطلبوا منه يعرف مين ورا الموقع وعنوانه. وزاك بيقول لهم إنه هيحاول يساعدهم بس محتاج وقت. وبالليل زاك بيتصل بنيكول وبيعرفها إن صاحب الموقع من بلدهم وبيرسل لها العنوان. نيكول بتقابل سارة عشان يروحوا مع بعض، وهم في السكة سارة بتكون خايفة وشايفة إن هم بيعرضوا نفسهم للخطر. نيكول بتقول لها إنهم لازم يتحركوا
عشان يدوروا على دليل يثبت براءتهم. سارة بتعرفها إن في حد ماشي وراهم، وسارة بتحاول تتوهه لأن هم خايفين يكون نفس الشخص اللي قتل فيكتور، لحد ما فعلا بيقدروا يهربوا منه وبيوصلوا للعنوان اللي زاك فعلا قال عليه. لكن وهم داخلين بيكون في حد لسه مراقبهم. سارة ونيكول بيستغربوا لما بيلاقوا إن المكان عبارة عن مكتبة عامة وشباب وبنات كتير قاعدين وفاتحين النت، وبيخرجوا من المكان وهم مش مستفيدين أي حاجة. نيكول بتكون عايزة تبلغ الشرطة، بس سارة بتقول لها إنهم لسه مش معاهم دليل براءتهم. نيكول شايفة إنهم ما عندهمش أي حل تاني، وإن اللي فتح الموقع فتحه من المكتبة عشان محدش يعرف مكانه. ولما بيجوا بيعدوا الطريق كانت في عربية بتحاول تخبطهم، لكن بيرجعوا لورا في آخر لحظة. تاني يوم في المدرسة نيكول بتقول لزميلها إن بعد اللي حصل لفيكتور، وقبل ما تكمل كلامها بيقول لها إنهم محظوظين لأن المنافسين قالوا. نيكول بتستغرب كلام زميلها وبتقول له إنها حاسة إن في حد قتله عشان يبعدهم عن منافستهم. راين بقى يقول لنيكول إنها جريئة لأنها جات وقالت له كده، وممكن يكون هو القاتل، وبيقول لها إنها ما عندهاش شجاعة تقتل، علشان كده أكيد هتخسر منصب الطالب المتفوق. نيكول مش بتكون فاهمة كلامه وبتقول له إنها كانت جاية علشان تحذره إن اللي قتل فيكتور ممكن يعمل أي حاجة علشان يكون هو المتفوق. في البريك الأستاذ بيسأل نيكول ليه متغيرة في آخر فترة، بتعرفه إنها مش عارفة تكتب طلب الجامعة، وهو بيحكي لها إنه كان طالب متفوق وعارف صعوبة الوقت اللي بتمر بيه، وبيقول إنه كاتب روايات من صغره ولحد دلوقتي بيكتب، وبيوريها آخر رواية كتبها. بالليل بيظهر واحد مقنع بيكون مراقب راين، وأول ما بيكونوا في مكان فاضي بيحاول يقتله، لكن راين بيجري منه وفي عربية بتخبطه بالغلط. سواق العربية بيخاف وبيهرب. بعدها نيكول بتروح المقهى علشان تقابل سارة، بس سارة بتبعت لها رسالة بتقول إنها مشغولة ومش هتقدر تيجي، وبيكون في حد مراقب نيكول. تاني يوم في المدرسة المديرة والمحقق رام بيجمعوا الأوائل، منهم نيكول وجينا بتكون معترضة إنهم معطلينهم عن الحصص. المديرة بتعرفهم إن امبارح في شخص مقنع حاول يقتل راين بالمطرقة وهو حاليا في غيبوبة. المحقق بيعرفهم إن في حد مستهدف الأوائل، وإنهم دلوقتي اتأكدوا إن في حد فعلا هو اللي قتل فيكتور وما كانش هو اللي مخلص على نفسه، وهم هيحاولوا يوصلوا لأي معلومات لحد ما راين يفوق ويحكي لهم اللي حصل. وبيعرف نيكول وجينا إنهم بالنسبة له مشتبه فيهم لحد ما يوصلوا للقاتل. جينا بتقول بصوت عالي ليه حد منهم يعمل كده، فبيقول لها رام إن كلهم مستفيدين، وبيعرفهم إن في حد دخل المدرسة بالليل وفصل نظام الأمن ولحد دلوقتي مش عارفين السبب، وبيعرفهم إن دلوقتي هو والضباط اللي معاه هيعرفوا من كل واحد فيهم هو كان فين امبارح. جينا بتقول إن باباها محامي، ولو التحقيق معاها هيأثر على قبولها في الجامعة، باباها هيخلي الاسم يدفع لها مصاريف الجامعة. نيكول لما بتفتح الخزنة بتاعتها بتتفاجئ لما بتلاقي المطرقة بتاع القاتل والماسك بتاعه عندها، وفجأة رام بينادي عليها فبتقفل الخزنة من غير ما تبين أي توتر. رام بيقول لها إن في طلاب قالوا إن هي وراين اتخانقوا مع بعض امبارح، فبتعرفه إنها كانت بتحذره لأنها كانت خايفة عليه بعد موت فيكتور. فرام بيقول لها وهو شاكك فيها إنه عرف إن هي وفيكتور كانوا عايزين يدخلوا نفس الجامعة، فبتقول له لو فيكتور كان هو اللي اتقبل كانت هتفرح له. رام بيطلب يفتش الخزنة بتاعتها، بس نيكول بتقول له لازم يكون في أمر تفتيش. رام قبل ما يمشي بيقول لها إنه هيتكلم معاها تاني. بعدها نيكول بتوري سارة المطرقة والماسك، وسارة بتقول لها ترجعهم تاني للخزنة بتاعتها لحد ما يشوفوا هيتصرفوا إزاي. بعدها نيكول لما بتروح بتحكي لمامتها وباباها الحكاية كلها، وبتحكي لهم لحد ما القاتل حط لها المطرقة والماسك علشان تلبس هي الجريمة، وباباها بيقول لها إنها لازم تحكي للمحقق كل حاجة. في الوقت ده بيوصل رام وبيطلب نيكول عشان يحقق معاها. رام بيواجه نيكول بفيديو ليها وهي بتهرب من المدرسة. نيكول بتعرفه إنها فعلا دخلت علشان تغير امتحان فيكتور، وإنها زورت الامتحان من الموقع، وبتحاول تفتح الموقع لكن بيظهر لها إن الموقع مش موجود، وبتقول له إن زاك شاف معاها الموقع وبعت لها العنوان، والعنوان كان في المكتبة. بيسألها كانت موجودة فين ليلة الاعتداء على راين، فبتعرفه إنها كانت في الكافيه. طبعا لازم حد يشهد على كلامها، ومامتها بتقول لرام إنها كانت مراقباها وبتشهد إنها كانت في الكافيه فعلا. رام بياخد ريك ودونا بره المكتب، ووقتها نيكول بتصور ملاحظة فيكتور وكمان الامتحان المزور. رام بره بيحذر دونا إنها تكون بتكذب علشان تحمي بنتها. بعدها رام بيمشيهم، ولما بيخرجوا دونا بتعرف نيكول إن هي اللي كانت بتراقبها لما راحت المكتبة مع سارة. وهما مروحين دونا بتقف في السكة وبتنزل وبتسيب نيكول في العربية لحد ما ترجع، وبالصدفة نيكول بتشوف جينا،
فتمشي وراها لحد ما بتلاقيها بالمكتبة، فبتعرف إنها شغالة في المكتبة. دونا بترجع مش بتلاقي نيكول في العربية، ونيكول بتراقب جينا وبتلاقي شيبرد في المكتبة وبيقول لها إنه بيجي هنا على طول. وقبل ما نيكول تمشي بتغفل جينا وبتسرق دفتر من شنطتها. لما نيكول بتروح بتقارن خط جينا بالخط المزور، بس مش بتطلع جينا، وبتلاقي في الدفتر ورقة امتحان عليها خط شيبرد. لما بتقارنه بالخط المزور بتكتشف إنه نفس الخط اللي مكتوب بيه الملاحظة بتاع فيكتور. بتكلم سارة وبتعرفها إن شيبرد هو القاتل، وهتروح تجيب المطرقة والماسك من المدرسة وتروح للشرطة. سارة بتقول لها إنها كمان هتروح معاها للشرطة. نيكول قبل ما تمشي بتتصل بمامتها وتعرفها إن شيبرد هو القاتل، وبتقول لها تقابلها في مركز الشرطة. سارة وهي في المدرسة فجأة حد بيهجم عليها وبيبعت لنيكول صورة وهو خاطف سارة وبيقول لها تروح المدرسة. دونا بتوصل لرام وبتعرفه إن شيبرد هو القاتل، ودونا بتستغرب إن نيكول لسه ما وصلتش. رام بيطلب من شرطي يدور على نيكول ويحميها ويجيب عنوان شيبرد. لما نيكول بتوصل بتلاقي جينا مربوطة وبتحاول تفكها، وفجأة بتدخل عليهم سارة ومعاها المطرقة وبتقول لها إنها كانت هتفضحها، علشان كده خلت جون يساعدها. وجون ده بقى بيكون هو شيبرد، وشيبرد هو اللي كان هيخبطهم بالعربية بالاتفاق مع سارة. سارة بتقول إنها اختارت شيبرد يساعدها علشان هو هيقدر يسمعها، وبتقول إنها دايما بتعاني من خسارة الفرص بسبب الأشخاص اللي أهلهم مدلعينهم، ومحدش عارف هي بتتعب قد إيه، لكن دايما هم بيكونوا في القمة. شيبرد بيقول لنيكول إنه حس بسارة لأنه عانى زيها، واللي مش بيقدروا يجيبوا مجموع بيقدروا يدخلوا بفلوس أهلهم، وسارة بتقول إنهم كده بيسرقوا فرصتها. شيبرد بيقول لنيكول إنه كان المفروض يكون في مكان أحسن، مش يكون موجود هنا يدرس طلاب مدللين زيها ويكتب كمان تقارير لطلاب كسلانين. علشان كده هو قتل المتفوقين علشان يكمل روايته اللي هتخليه ينجح. سارة بتقول لنيكول إنها كانت دايما أنانية وعايزة هي بس اللي تكون متفوقة، وعمرها ما كانت صاحبتها بجد. وبتقول إنها خلاص خلصت من فيكتور ودلوقتي هتخلص منها ومن جينا وهتوصل للقمة. وبتعرفها كمان إنها سرقت الفيديو اللي نيكول كانت مسجلاه لفيكتور وبتعتذر له فيه. سارة بقى ناوية تنشره علشان تثبت إن نيكول هي اللي قتلته، وعايزة تقتل جينا وبعد كده تقتل نيكول، ويبان كما لو إن نيكول هي اللي عملت كده وبعدها خلصت على نفسها. في الوقت ده الشرطة بتوصل لأن كاميرات المدرسة جابتهم، وده لأن سارة وشيبرد ما يعرفوش إن الشرطة زودت كاميرات في المدرسة. سارة بتزق الكرسي من تحت جينا علشان تتشنق، لكن نيكول بتحاول تنقذها وشيبرد بيهرب. سارة بتحاول تهرب لكن رام بيعتقلها والأمن بيمسك شيبرد، ودونا بتدخل لنيكول وبينقذوا جينا. في حفلة التخرج جينا بتكون أخدت لقب الطالب المتفوق، ونيكول بتكون خلاص ما بقتش عايزة تروح جامعة ويست بريدج، وهي خلاص مقتنعة إن التنافس الحقيقي هي إنها تنافس نفسها إنها تكون أفضل. وسارة وشيبرد بيكونوا في السجن، وبعد 3 شهور ريك ودونا بيوصلوا نيكول للسكن الجامعي، ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك وشير. نشوفكم في فيلم جديد قريب، مع السلامة.